ده شكلنا النهارده اهو من فوق، وان شاء الله ناخد لقطه زي دي بعد 6 شهور. السلام عليكم، ازي حضراتكم يا جماعه؟ النهارده هنستعرض مع حضراتكم حاله لصديقنا. ده كان شكله قبل العمليه زي ما احنا شايفين. شكل المنطقه المنحه بتاعتنا واضح فيها الفراغ الشديد، ودي صوره وهو باص للاعلى وباين معانا حجم الصلع. الحمد لله عملنا مرحله اولى زرعنا فيها 3000 جرافت بعد 4 شهور. ده كان شكل صديقنا الحمد لله. زي ما شايفين المنطقه المنحه متحسنه تحسن كبير جدا جدا بسبب بروتوكول العلاج اللي احنا اتبعناه الحمد لله تعالى. وده شكله من قدام الحمد لله، ودي صوره ليه وهو باص لاعلى. ما شاء الله المنطقه الاماميه مزروعه بشكل كويس جدا جدا. لكن النهارده كان في رغبه عند صديقنا ان هو يزرع خط الشعر من قدام شويه كمان ويقفل السبعات ويكثف المنطقه الخلفيه زي ما ورينا لحضرتك الرسمه دي. الحمد لله دلوقتي بعد الزراعه مباشره وزراعه 2500 جرافت في مرحله ثانيه من نفس المنطقه المنحه. ما شاء الله النتيجه زي ما انتم شايفين يعني تدل على احترافيه وجوده فريق العمل في مركزكم DHC. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الجزء ده هو اللي مزروع في المرحله الاولى، اتجاهات طبيعيه تماما وكثافه فوق الممتازه. النهارده تعديل خط الشعر ان هو ننزل بيه شويه وتكثيف المنطقه الخلفيه بشكل زياده شويه عشان خاطر صديقنا يبقى شكله كويس. بنحب نقول له النهارده الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك يا دكتور. ايه رايك بقى في التجربه بقى والمرحلتين والقصه دي كلها؟ لا تجربه ممتازه وتسلم ايدك انت والتيم اللي معاك. الصراحه نتيجه المرحله الاولى هي اللي شجعتني اجي اعمل المرحله الثانيه بعد 4 شهور بس من العمليه. الحمد لله الحمد لله. يعني فريق العمل هنا كله كان متعاون معاك؟ حسيت ان انت غريب ولا حسيت ان الدنيا كويسه؟ حسيت ان احنا يعني في مش غريب عني، يعني الناس كلها بصراحه كانت كويسه معايا في التعامل وما حسيتش ان انا غريب عنهم يعني تنصح الناس انها تعمل التجربه دي؟ طبعا. ومركز DHC والفريق المعاون ليه؟ لا انصحهم اي حد يعني متاح ليه ان هو يعمل عمليه ما يتاخرش ان هو يعمل. الحمد لله. تحب توجه حاجه للفريق اللي اشتغل معاك؟ طبعا احب اشكرهم واقول لهم تسلم ايديكم يا جماعه، وان شاء الله التقدم دايما ان شاء الله. شكرا.